كبائر معنى جمع كبيرة، وما دام فيه جمع كبيرة يبقى فيه مقابل، صغيرة وأصغر. يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك احنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده لأن فيه فرق أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات، وإنك أنت تقعد أنت تعمل مقدمات عشان تروح للمعصية. مسألة دي غير. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ السوء بجهالة، مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص وما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء اللي ربنا عملهم هبات لطف وهبات رحمة على الخلق. يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الإصرار. إن خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الإيه؟ الإصرار. حينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا إيه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله ده بعذاب الآخرة، أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها إيه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. ده كلام كويس. جزى الله عنا خيرا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيد غير عمرو بن عبيد. كل العلماء يروحوا هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، إلا مين؟ عمرو بن، كلهم يطلبوا إيه؟ صيد غير عمرو بن عبيد. ده إذن شهد له. طيب هذا العالم أحب أن يعرف مدلول الكبيرة، إنما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده. علماء قال أنا عايز أعرفها من نص القرآن، اللي يقول لي على الكبيرة يجيب لي عليها إيه؟ نص من القرآن. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض. فقال هو ده اللي إيه؟ اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق ما أسكتك يا عمرو؟ قال أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا، عايز أعرفها من مين؟ انظروا إلى الثقة
بمعرفة كنوز القرآن، على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقطت، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تانية بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون وأكل الربا، من الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هوجموا بأعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأكل مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم يأكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماضي. من الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والغلول أن يخون في الغنيمة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر لأن الله قرنه بالوثنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة، لأن الله قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الكبائر بنص بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه معه حكمه، لأنه بيخاطب عالم. ما هو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالرأي بقى، لا، عايز الكلام بدليله. فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق
ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول لعمرو بن عبيد نعم يا عمرو. نعم يا عمرو يعني ايه؟ يعني جوابك ايه؟ ثم يأتي بها رتيبة كده بدون تفكير. ده دليل على انها ايه؟ على انها مسألة خمرانة منه، وخصوصا انها ليست ايات رتيبة ورا بعضها، ده ايات بينقيها، دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على انه يعايش اسرار الايه؟ يعايش اسرار الايه؟ القرآن. ولذلك قلنا سابقا ان سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله ليفرج كربة نفسه، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء، مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني. ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش، يقول لك أنا والله مهتم بكده من غير ما أعرف إيه يعني. الله، إذن ففيه انقباض لا يعرف له إيه؟ لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكرهم ويأتمروا به. فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده ويبقى كل دي مشاغل النفس البشرية. أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه؟ الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بيقول سمعت الله، مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه؟ يتكلم. خلاص. وجلال القديم يغطي على جدية الحادث. اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث. جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف بقى، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. الباب واسع للكل، وكذلك ننجي. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس قاعدوا يعملوا ايه؟ ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أهو ده الاستنباطات، زي الاستنباطات دي زي الاستنباطات. وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الإيمانية، هنا بتغطي إيه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني ايه؟ لأن التكليف لما بيجي بيحد حركة الإنسان وبيحدها عن شهوات، فالآيات جاية تعمل ايه؟ تحد من الاجتراء، وتجدها ماسكة القمة من أول ايه؟ الوحدانية الألوهية إلى قطيعة مين؟ إلى قطيعة الرحم. غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. أول اجتراء إيه؟ الشرك. مش قال إن الشرك لظلم عظيم؟
طب الظلم اللي احنا نعرفه انك انت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك، ده تبقى يعني الظلم من الشرك لايه؟ ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ قال ظلم لنفسك ايضا. اياك ان تظن انك تظلم الله، اياك ان تظن، لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري فهو لا، انا متنزل له عنه ياخده ويروح. انا اغنى الشركاء، يبقى امال ظلم ليه؟ أم قال لك ده ظلم لنفسك. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله. عبد مملوك ل10 ويا ريت ال10 متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا دي اعمل، دي يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا الايمان جاء عشان يعمل لك ايه؟ ايمان باله واحد، مالكش الا وجهه واحده، مفيش اوامر من ناحيه تانية ابدا، هي بس دي. يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ يبقى اللي قعد لفوت بقى هنا ولا ايه الحكايه؟ خايله دي، خايله ولا مش خايله؟ خايله. اقول لك ظلم النفس، ودي قضيه يثبتها الواقع. لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء يقول أنا لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله هي غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ طب وما كانش صدق هو يا حد، طب هو فين الحد ده بقى إن شاء الله؟ واحد جه خد منه الكون كده وقال ما فيش إلا إله إلا أنا وهو إله، دري ولا ما دريش؟ والله ما كانش دري تبقى مصيبه في الاله ده. طب وان كان دري ايه اللي مسكته؟ تبقى المساله يعني محلوله. ادي مساله الايه؟ الشرك. يبقى الشرك جاء الايمان بوحدانيه اله جاي عشان تعمل ايه؟ لتريح النفس البشريه من كثره تلفتاتها الى الهه متعددين وواحد هو الذي بس هو الحق، هو اللي ينفع يضر. فبيقول انتم مثلكم حين تكونون لاله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد. ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي له ايه؟ شركاء ويا ريتهم متفقين، بل هم ايه؟ مختلفين. وبعد ذلك ياتي في المرحله الثانيه الياس من روح الله، الروح الرائحه اللي ساعه ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده تقوم كده واحه من الرحمه جت كده، جت في حضنها. نقول لك ده ديا الله يعطيها ليها روح. لما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابه ايمانيه لاستقبال احداث الحياه. ليه؟ أم قال لك لان الحياه اغيار واحداثها متعدده، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات. فهب أن أسبابك ضاقت بشيء، ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا امبارح ينتحر، مش كده؟ يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يئست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. وربنا عامل عدم اليأس من روحه علشان يقول إيه؟ أنا الله وخالق هذه النواميس. تبقى انت نواميسك قدامك واسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، انما انا عايز يبقى فيه. يبقى اذا لما ييأس من روح الله يبقى عمل ايه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بايه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يحله. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان
الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بل ديك ما شفتهاش وديا ايه ودي شفتها. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاية عشان ايه؟ إذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره تقوم ده يدلنا على ايه؟ على انك تحفظ الجميل لمن كان سببا في ايجادك. طب لما ترقيها بقى واللي اوجد ابوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك وبعدين تودها فين؟ لا يمكن ان تكون لها نهايه الا ان تتصل بمن لا نهايه له. وبعدين يبقى قلنا ايه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الايه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو ايه؟ نقض بنية الكائن. اعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت ان يموت الانسان وبنيته سليمة. انما لما تيجي تضربه خبطه على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، انما بايه؟ بنقض البنيه. ضربت رصاصه في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقض. فاذا نقضت البنيه فذلك يعتبر قتلا. انما اللي يموت حد في انفه كده اهو ده اسمه الايه؟ ولذلك نقرا القران كده بايه؟ بامعان. يقول ايه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. الله، اكن الموت غير القتل. الموت سلب الحياه بدون نقض بنيه، ودي ما بيعملهاش الا مين؟ الله. انما القتل بهدم البنيه يعمله اي واحد، لان الروح مش معنى ذلك ان هو جه، هو اجله هكذا. بس شوف انت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان اجله. يبقى انت بتتعاقب علشان ايه؟ انت تدخلت في ايه؟ في هدم البنية. وانت تعرف ان الروح دي لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصة. الروح ايه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي أن يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يراش له حاجة، ما يحصلش. دي اسمها المواصفات الإيه؟ مواصفات خاصة. دي الحق سبحانه وتعالى تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت، إنما ما نقضش إيه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله. ملعون من يهدم بنيان الله. واحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل ولله المثل الاعلى، بان الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. انت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ ذقته؟ اذا باي وسيله من وسائل الادراك انت لا تعرفها، انما بتعرف انها هي اللي بتدور ايه؟ بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل انها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح ايه؟ رمة. مش كده؟ اهي دي ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود اله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش، ما نقول لك ايوه. طب وفي انفسكم بقى، مش في الكون. لا، الادله ما تتعدكش. الاول انت وفي انفسكم افلا تبصرون. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على ان تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه وبعد ذلك تقول لي اراه. يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. من عظمته انه ايه؟ لا يدرك.
يوم الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الروح دي لما بتنزل في الجسم فاذا سويته ايه ونفخت فيه من روحي يوم يحصل له ايه فقعوا له ساجدين لان خلاص هيبقى انسان سوي. أم قال لك ادي احنا نقدر نشبهها ولله المثل الاعلى بان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه؟ طب شفت ايه؟ ما شفتهاش. حد عرف يعرفها هي ايه؟ اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي؟ ما عرفوش. انما اثارها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعة ما الكوبايه تولع نقول الكهرباء جت، بس مش كده؟ ساعة ما المروحة تمشي نقول الايه؟ الكهرباء جت. الله، اذا انت تعرفها باثارها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه؟ لما ما تلاقيش له ايه؟ حركة. ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركة من شيء ان وقف يكون الموت، مش من ايد، لان الايد قد لا تتحرك انما لسه حي اصابها شلل. انما تعالى بالمرآة كده وحطها امام نفسه، ان لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه ايه؟ اهدى بقى المسألة اللي ما دامت موجودة يبقى لسه فيه ايه؟ يبقى لسه فيه روح. فاذا انت لما تجيب الكوبايه النور دي وتنكسر الكوبايه، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لان الكهرباء لا تظهر الا في قالب من هذا الشكل؟ زجاجه مفرغه الهواء معموله بشكل خاص، ان انكسرت يبقى اذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي ايه؟ اللي تظهر فيه. يبقى الكهرباء عندي انما ما فيش نور. يقوم لما نجيب كوبايه ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. هل معنى ذلك ان النور جه ويا الكوبايه؟ لا يا اخويا، ده الكهرباء موجوده، بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه. اذا ما دام تيجي تقتل واحد نقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه انه شهاده منه انه اعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته. دي مظهر قدره بشريه حمقاء ولا لا؟ مظهر قدره بشريه حمقاء. انما في الواقع ده عاجز، لان معنى انك قتلته ونقضت الحياه انك اعلنت امام الملأ انك لا تستطيع ان تواجه حركه حياته ولا ترتاح الا اذا مده، انما طول ما هو موجود انا ما اقدرش عليه. يبقى شهدت بعجزك ولا لا؟ ولو كنت انت يعني كويس كده كنت تقول لا خليه ولما يعمل اي حاجه امسكه واقطم رقبته مثلا. انما ده انت غلبان عايز ايه؟ لانك انت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل ان قتله لنفس اخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز، وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزى على عرضه ولا لا؟ يخزى على عرضه. حين يحمي الله النفس الإنسانية من أن ينقض بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل؟ تتعطل. وايضا فانه يعطي في الناس تشككا بان بشرا يستطيع ان ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب ان تكون لمين؟ ان تكون للايه؟ لله. قذف المحصنات، الحرائر، ما هي برضه ركن من اركان المجتمع السليم ان الحرائر يظن مصونات، علشان النشء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار. وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى طلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب ان تشيع الفاحشه ويقوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبوا، يبقى ده بيعمل ايه في المجتمع؟ بيعمل زلزله في نسبه افراد المجتمع، وقد ويضار، مش وقد
ويضر بها من ليس له ذنب. يضر بها هو الاولاد الصغيره. طب ودي ذنبها ايه؟ احنا بنقول لا تزر وازره وزر اخرى. نعم. وبعد ذلك قال اكل الربا، وده احنا وفناه اكل الربا لانه بيعمل الخلل الاقتصادي، لانه بيحمل غير الواجد ان يزيد الواجد. غير الواجد يعمل ايه؟ بيزود ايه؟ ثروه الايه؟ الواجد. والزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ ام قال لك لانه جعل العلاقه بين الرجل والمراه علاقه استمتاع فقط. والعلاقه الاولى التي قالها الله حينما اوجد حواء لادم قال ان انا عملتها ايه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء، ولكن الله اطلقه في النفس البشريه عشان اثار هذا الاستمتاع طبيعتها طويله، لان اثرها انه يبقى له اولاد، والاولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد ايه ومتحمل بايه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يزهد في الايه؟ في العمليه. والفرار يوم الزحف برضه بيعمل توازن في المجتمع الايماني. ليه؟ لان معنى الزحف ان اعداء الاسلام اغاروا علينا، وما دام اغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من ثغور الاسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ أم قال لك لتظل كلمة الله هي الايه؟ هي العليا. نعم. لكن إذا فر يعطي أسوة على ضعف الإيمان في النفس. يعني ما تنغروش بأن ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وأنه إن ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الإيه؟ يوم يعطي أسوة من أسوة سيئة لمين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس ننقصه في الحرب، لا، ده هيدي شيوع خلخلة إيمانية في الايه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين. نعم. ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحده من الاثنين. واحنا نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. الله. يبقى انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنيين، مش كده؟ واحنا بنتربص بكم ايه؟ احدى السيئتين. لان يصيبكم عذاب بايدنا يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن ان يثبت يقين ايمانه بان يفقد الحياه التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياه، يقول لك ده ساب حياته دي يبقى لازم رايح لحياه احسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين ايه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين انهم يعملوا انتحاريات الا حين تكون هناك مظنه ايه؟ النصر، بدليل الايه اللي قالها الفرار بتاع الايه: ومن يولهم يومئذ دبره ليست على اطلاقها الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب ايه؟ فقد باء. والا فلما يكون الانسان هيدخل في معركه وغير مستعد لها وغير مظنه النصر يبقى انت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى ايه اللي استفدناه احنا؟ يبقى ما يجب ان يموت المؤمن بثمن يخصه وهو الجنه، وبثمن يبقى للجماعه الايه؟ الامانيه بالايه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضيه من قضايا خلل المجتمع، لان اليمين الغموس غموس يعني ايه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لانك انت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، او شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب،
بس الصدق والكذب حين تتعرض به يتعرض لحقوق يبقى هنا انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد. انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل، هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل وبعد ذلك اللي بده يظلم ولن يعدم شاهدين على باب المحكمه يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفوا له. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركه حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات، البينه على ايه؟ واليمين على من انكر. قلنا ايه لحد طيب. والغلول. المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي اسلحتهم وما عندهم من اشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركه بالشكل ده وبعد ذلك يجي في حته في الغنيمه كده وايه؟ يبقى نقض عمليه الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها خالص. ولذلك من يغل ياتي بايه؟ بما غل يوم القيامه. احنا قلنا بقى هيجي بقى ان كان غل بقره هيجي لها خوار، مش كده؟ وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت هيجي ايه؟ وهيجي شايل وحديد وكل الحاجات دي ولحوم فاسده مش كده ولا لا؟ وسمك منتن هيجي على كله عليه. وشهادة الزور. وشهادة الزور أيضا ركن من أركان فساد المجتمعات كلها، لأنه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه.